في أوقات بتعدي علينا بنحس فيها بالندم، بنحس إن جوانا كائن غريب أشبه بحيوان مفترس بيظهر وقت الزعل، لازم يتم ترويضه وإلا هيتسبب في خسائر كتير ما بنبقاش قدها. وهو الغضب اللي بيخليك تفقد السيطرة وتبقى سبب في خسارة ناس كتير حواليك، سواء في شغلك أو في حياتك الشخصية. ممكن توصل كمان إن ولادك يكونوا مرعوبين منك ومن ردود أفعالك، واللي أكتر من كل ده ممكن تخسر حياتك ومستقبلك. الغضب شيء سيء وخطير، لكن خليني أقولك إن شعور الغضب في حد ذاته مش دايماً بيكون سيء، بالعكس عدم الغضب وقت اللزوم ده بيكون أسوأ. الغضب شعور إنساني طبيعي، جرس إنذار بينبهنا إن في حاجة بتحصل، حاجة غلط، حاجة عكس قيمنا ومعتقداتنا، حاجة ممكن تسبب لنا أذى. واللي المفروض نعمله إننا نتعلم إزاي نتحكم في الشعور ده، وده اللي وضحه الكاتب جيل ليندنفيلد في كتابه طرق مختصرة للاحتفاظ بهدوءك، واللي بيقدم من خلاله مجموعة نصايح واستراتيجيات بتساعدك إنك تفهم طبيعة غضبك وتعبر عنه بإيجابية، ليتحول وقتها لقوة بناءة تقدر تدافع بيها عن حقك وحق أي شخص أنت شايف إنه اتظلم. وعشان يتم ترويض شعور الغضب اللي جوانا ونعرف إزاي وإمتى نقدر نتعامل معاه، محتاج إنك تدخل جوا نفسك وتفهمها كويس وتراقب نفسك وتشوف مشاعرك وانفعالاتك الغاضبة دي إيه هو سببها الحقيقي وإيه اللي بيثير شعور الغضب عندك. ومحتاج كمان تعرف طبيعة الغضب كشعور إنساني، وهو استجابة نفسية طبيعية مش ممكن تقدر تلغيه أو تشيله من جواك. وهنا نصحنا الكاتب بإنك تخصص وقت معين في الأسبوع لمدة 2 شهور تتخيل فيه شكل حياتك هيكون إزاي لو تخلصت من غضبك وتحولت لإنسان متحكم تماماً فيه، وتكتب الآثار الإيجابية اللي نتجت عن تخيلك ده، وتكون بالإثبات مش بالنفي. يعني مثلاً تكتب إن علاقتي مع شريك حياتي هتكون أكتر هدوء واستقرار، أو مثلاً هكون أنا الأمان بالنسبة لولادي وهو ده الإثبات. وما تكتبش أنا هوقف خناق مع أقرب الناس ليا أو هوقف خوف ولادي مني. لازم تبقى حريص للكلمات اللي بتقولها لنفسك، خليها دايماً تكون إيجابية، وتخيل الأثر الرائع اللي هتجنيه لو عملت كده. وعشان تفهم نفسك أكتر لازم تعرف الأسباب اللي ورا المواقف اللي بتحصل لك واللي بتحرك شعور الغضب عندك. الناس بجميع طبقاتهم لو شخص منهم طور من ذاته ووصل لمكانة عالية وبقى إنسان ناجح، بيلاقي ناس كتير من اللي حواليه بيبعدوا عنه ومعاملتهم ليه بتتغير تماماً، وهو مش فاهم إيه السبب في التغيير ده. وفي نفس الوقت بيتحول لإنسان عصبي بيصب غضبه على أقرب الناس ليه، ومش متوقع إنه ممكن يكون بعض الناس دول عنه ومعاملتهم ليه هو السبب في غضبه وكبريائه اللي انجرح. وعشان كده بيخرج شحنة الغضب في مكان تاني. ودي أول نقطة مهمة في التعامل مع الغضب، إنك تعرف أسباب الغضب مش مسبباته، أصل المشكلة من جذورها. ده هيخليك تهدى وتشوف الأمور بحيادية. لازم تقعد مع نفسك وتشوف هل بيتم انتقادك أو مهاجمتك أو التقليل من قيمتك من أي شخص حواليك. وقتها هتعرف إن كبريائك انجرح لسبب معين. وعشان تحل المشكلة دي لازم تزود من تقديرك لذاتك وتعلي ثقتك بنفسك. اتعلم حاجات جديدة تخليك مميز عن كل اللي حواليك، وزود عدد التجارب والخبرات الحياتية الناجحة واللي من خلالها تقدر تسيب بصمة وأثر في المجتمع اللي انت عايش فيه. وساعد أي شخص محتاج للمساعدة بأي شكل من الأشكال باللي تقدر عليه، وكل ده هيغذي إحساسك بقيمتك وكبريائك. ومن ضمن أسباب الغضب اللي نوه عنها الكاتب الحساسية الزايدة من أخطاء الناس اللي حواليك. وهنا في مثل شهير بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. إحنا كلنا بشر وكلنا بنغلط. الفكرة هنا إنك تعترف بينك وبين نفسك إن أنت كمان عندك أخطاء زيك زي بقية الناس. لازم تتقبل ده، لأنه وارد جدا الخطأ اللي بيثير غضبك ممكن أنت نفسك تقع فيه. والحل إنك تعمل قائمة بعيوبك ونقط ضعفك والأخطاء اللي عملتها قبل كده وتفكر نفسك بيها أول ما تحس بالغضب. وقتها هتكون أهدى وهتتصرف بحكمة قصاد أي غلط بتشوفه قدامك. واللي بيثير غضبنا كمان
هو غضب الآخرين. كل البشر عندهم رد فعل تلقائي لمواجهة غضب الآخرين دفاعاً عن نفسهم. يعني لو أي شخص حس إنه أصبح هدف لغضب شخص تاني، عقله بيحس بالخطر وإنه في حالة تهديد، وده بيخلي الشخص يفقد الرؤية السليمة للموقف، وبيكون رد فعله انفعالي جداً، وده بيسبب مشاكل كتير. وفي كذا طريقة قال لنا عليها الكاتب ممكن إنك تمتص بيها غضب الآخرين. ممكن مثلاً تحاول توصل مع الشخص لحل وسط يرضي جميع الأطراف، أو ممكن تبين له تفهمك لموقفه ولمشاعره بإنك تقول له أنت معك حق تحس بالمشاعر دي، أو إنك تصارحه وتقول له على مشاعرك اللي أنت حاسس بيها بطريقة هادية وبعيدة عن إنك تلومه، أو إنك تقترح عليه مكان وميعاد تاني تكملوا فيه النقاش، وده عشان تخفف حدة الغضب بينكم. ومن المفاهيم المغلوطة عن الغضب واللي منتشرة بين الناس إن الغضب قوة كامنة جوانا غير قابلة للسيطرة، والمشكلة إن الناس مصدقة ده فعلاً ومرتاحة للفكرة دي، لأنها بتقلل عندهم الإحساس بالذنب الناتج عن انفعالاتهم وغضبهم بشكل سيء. بتخليهم يرموا اللوم على الغضب نفسه وهم بيكونوا ضحايا ملهمش ذنب، وده طبعاً مش حقيقي. لأن الإنسان لما بيواجه موقف بيثير غضبه في استجابة نفسية طبيعية بتحصل، جهازه العصبي بيتعامل ويستجيب للتغيرات الكيميائية اللي بتحصل في جسمه، بتخليه يشتغل بأقصى طاقته بقوة القتال عشان يقدر يتعامل مع الموقف اللي هو فيه، وهي دي الاستجابة الغاضبة. الفكرة هنا في توظيف الطاقة دي بهدوء وحكمة، بإنك تعبر عن غضبك بحسم مش بتهور وانفعال، ودي الاستجابة الحاسمة. وعشان تدرب نفسك وتكون استجابتك للمواقف استجابة حاسمة، انت محتاج تعرف الأوقات اللي بتزيد فيها احتمالية الغضب عندك والمواقف اللي بتفقد فيها هدوءك، وده هيوصلك إنك مش بسهولة إنه يصار غضبك بشكل مفاجئ، لأنك عرفت إمتى وليه أنت بتغضب. ومعرفتك دي هتكون بمثابة جرس إنذار ينبهك وإشارات تساعدك على إنك تتحكم في غضبك وتسيطر عليه. ومن الأساليب اللي ممكن تستخدمها عشان تهدي حدة غضبك، لازم تخلي فيه مسافة بينك وبين اللي بيثير غضبك بإنك تغير من وضعية جسمك، اتحرك في المكان، ولو قدرت إنك تسيب المكان سيبه. وفي حاجة كمان بتساعد إن غضبك يهدى، وده من خلال إنك تشتت الجانب الانفعالي من المخ عندك بإنك تلمس الأرض برجلك أو تمسك أي شيء ثابت قدامك زي كرسي أو ترابيزة وتركز عليه بعقلك. ده هيخليك ما تركزش في الموقف نفسه، هيديك هدنة تقدر من خلالها تتماسك وتسيطر على انفعالاتك وردود أفعالك. واللي بيخليك كمان تمسك زمام الأمور في حياتك إنك تحافظ على حالتك الجسدية والنفسية، وده لأن في علاقة مباشرة ما بينهم، لأنك لما بتحس بالإرهاق والتعب بتكون ساعتها درجة تحملك لأي مشكلة تحصل لك أقل كتير. راقب عاداتك الصحية من رياضة وأكل صحي وشرب مية بانتظام، وفكر بإيجابية في مواجهة أي تحديات صعبة أنت بتمر بيها. بص حواليك على الأشخاص اللي بتعتبرهم مثل أعلى عندك بيتصرفوا إزاي قدام أي تحدي صعب عندهم وتعلم منهم. هتلاقي بإنه يزداد فهمك ووعيك للأحداث اللي بتحصل، وده بيديك قوة تقدر تواجه بيها أي تحديات تانية في حياتك. وفي الختام، كلنا مسؤولين عن ردود أفعالنا مهما كان اللي جوانا من مشاعر سلبية. حتى المشاعر السلبية دي ربنا خلقها جوانا ليها هدف وليها مغزى. الفكرة في إننا نعرف نفصل ما بين المشاعر وردود أفعالنا الناتجة عن المشاعر دي. شعور الغضب هو مجرد جرس إنذار، لكن رد فعلك منه ده مسؤوليتك. لازم تحافظ على هدوءك دايما عشان تكون أقوى، عشان ما تخسرش أي حاجة في حياتك غالية عليك في لحظة انفعال وتهور. زود أوقات الفرح عندك وحاول تستمتع بكل لحظة في حياتك. دمتم بخير.